السلطنة ونيابة عن الوفد المغربي بكل وباسم السيد السفير جميع الوفود ورؤساء الوفود وممثلي الدول عن مشاعرهم التي عبروا عنها تجاه الوفد المغربي، وأريد كذلك أن أشكرهم عن تدخلاتهم وليتأكدوا بأن ملاحظاتهم سنأخذها بعين الاعتبار وسنعمل بشكل جيد لتحويلها إلى واقع داخل بلدنا. فإعطاء إشارات في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب نعتبره مصدر إثراء وتحسين لعمل قضية حقوق الإنسان في بلادنا، لأننا نعتبر ليس فقط ذلك، نعتبر أن حقوق الإنسان من حق الشعب المغربي ومن حق احترام كرامته من خلال إعمال مبادئ حقوق الإنسان. أريد فقط أن أعود إلى قضية الإعدام. منذ 30 سنة لم يتم تنفيذ أي حكم من أحكام عقوبة الإعدام. منذ 30 سنة لم يعدم شخص، ونحن دائما فيما يخص عقوبة الإعدام نقدم أشخاصا إلى طلب العفو ويقضي عقوبة ثم نصدر حكما بتحويل هذه العقوبة إلى أحكام إلى سجن سنوات أو أحكام قضائية تقضي خلاف عقوبة الإعدام. ثم إضافة إلى ذلك أننا هذا الموضوع لا يعرف مناقشة كبيرة داخل بلادنا، وهناك نقاشات حادة في هذا الموضوع، ونحن في المستقبل القريب سيكون عندنا تصور في هذا الموضوع. بالنسبة للمرأة تأكدوا بأنه سيكون هناك تغيير وفقا لتعليمات وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. ستكون هناك إعادة النظر في مدونة الأسرة، لأننا نعتبر بأن المرأة المغربية وحضورها القوي في المجتمع المدني وتأثيرها الكبير في المجتمع المدني أولا وقبل كل شيء تدفع نحو إعادة النظر في مدونة الأسرة، وسندفع بمدونة الأسرة في اتجاه إعطاء ما يسمى بالتمييز الإيجابي لفائدة المرأة ومعالجة كثير من القضايا التي قد تمس بقضية المرأة. طبعا هناك لنا قضايا العنف ضد المرأة، ولكن ليس بذاك الحجم الكبير، ولكن نحن نعتقد في الحكومة أن إذا كانت عندنا حالة واحدة فهناك مساس بحقوق المرأة. لذلك جندنا كثيرا من الوسائل العلمية والوسائل التقنية والمؤسساتية من أجل مواجهة هذه الآفة التي هي حقوق المرأة. والآن نتجه إلى ما هو تقني كالسوار الإلكتروني، وكذلك وسائل حينما تعلن المرأة أنها تتعرض للعنف لمطالبة الشرطة بواسطة وسائل تقنية حديثة. كل هذه المواضيع تناقش. إن قضية حقوق الإنسان في بلدنا موضوعة جوهرية، وأنا كوزير العدل ومكلف بملف قضية حقوق الإنسان مدرك تماما بأن مستقبل المغرب هو مستقبل حقوق الإنسان، وأن الطريق الأفضل هو حقوق الإنسان، وأن الشعب المغربي يستحق بكل كرامة أن يعيش في ظل نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، وهذا التزام أعلناه ونعلنه واعتبرنا الخيار الديمقراطي في دستورنا على أنه مسألة تعاون. المسألة الأخيرة التي أريد أن أتدخل فيها هي قضيتنا الوطنية. في الحقيقة أنا أتأسف كثيرا لأنه منذ 1975 وهذا ما ينكرونه علينا، منذ 1975 حينما حصلنا على استقلال قليمنا أصرفنا أكثر من 200 مليار دولار على الاستثمارات التي تمت في هذه المناطق، وأصبحت من المناطق الاستثمارية الكبرى في المغرب، وذلك ليس صدقة منا، بل إنه من خلال مسؤوليتنا تجاه شعبنا ومسؤوليتنا تجاه، ولكن أتأسف أن يكون جزء من شعبنا وأشخاص من جنوب الصحراء ما زالوا على شكل رهائن في دولة أخرى ويستغلون لخلق أزمة سياسية وأزمة دولية تمس بالسلم والأمن الدوليين. أنا أتأسف كثيرا ذلك، ثم يتم توظيفها في قضية حقوق الإنسان. من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان يجب أن يطبق أولا مبادئ حقوق الإنسان على شعبه حينما يتظاهر، واحترام شروط المحاكمة العادلة، واحترام أكبر إمكانيات المالية في النفط، وشعبه جائع يقف مصطفا في المحلات وفي الشوارع من أجل لتر من الزيت. أنا أتأسف ولا يعطينا أحدا دروس، ومن له بيت من زجاج لا يرشق الناس بالحجرة. شكرا لكم سيد الرئيس.